كلنا بقى كشباب بنحب ايه؟ نبقى عايزين في فترة كده ان احنا نعدل من شكل العربية بتاعتنا. فاول حاجة بنبدأ بيها بنجيب جنط عريض او جنط اكبر بيخلي شكل العربية افضل او احسن. انا معاك، يعني انا العربيتين بتوعي اللي فاتوا كنت جايب لهم جنط عريض يعني، وكنت مكبر المقاس وكده عشان بيخلي شكل العربية ايه، احلى من وجهة نظري يعني. بس جيت في فترة كده لقيت تلات ارباع الجنوط اللي بقت موجودة في السوق كجديدة يعني كلها جنوط صيني، فالجنوط كلها مش امان. يعني الجنط اللي كنت مركبه في العربيه كان تايلاندي او ايطالي حاجه كده يعني، المهم ان هو ايه، جنط يستحمل يعني السرعات والمطبات وكده. طبعا احنا بنشوف كتير تلاقي واحد هو بيجري خد مطب بالجنط السبور اللي هو مركبه ده عشان جنط ضعيف، الجنط اتكسر في لحظتها، فتلاقي العربيه واقفه في نص الشارع وعربيه حديثه مش قديمه الجنط بتاعها اتكسر. فده ما بيحصلش في الجنوط الاصليه اللي هي الحديد. فاحنا الافضل تخليك بالجنط الحديد بتاعك اللي هو العربيه نازله بيه اللي هو بتاع الستوك، وتستحمل منظر ان هي يبقى فيها تصاط وبتاع وكده. وفي عربيات تانية مثلا زي الام جي او معظم الصيني والكيا سيراتو، وفي مثلا في الالنترا والبي واي دي والسبرانزا، في معظم العربيات كده بتبقى نازله بجنط اسبور. اسبور مش حديد يعني، ما فيش تصاطب بتاع، هي بتبقى نازله بجنط اسبور. شكله بيبقى الى حد ما كويس مش وحش، وفي نفس الوقت ايه، ده الاصلي بتاع العربيه، بيبقى تقيل ومتين مهما جريت سرعات عاليه، مهما خدت مطب خدت حفره نقره بتاع، انت في امان. فنحاول على قد ما نقدر ما نلجاش للجنود دي اللي هي الجديده اللي هي الصيني، ونفرح بمنظرها وشكلها، عشان تلات ارباعها بيتكسر ويتدغدغ ومش امان، ولا قدر الله ممكن العربيه تتقلب بيك لو جنط منهم اتكسر على سرعات عاليه. عشان هو اصلا الحاجات دي بتتقاس يعني بالكيلو يعني. بحس ان في حد كان قال قبل كده قدامي ان الجنط مثلا لو في المواصفات العربيه دي، ان الجنط ده مثلا المفروض يكون 20 كيلو او 15 كيلو، تروحش انت تجيب جنط اخف منه 3 4 كيلو وتركبه، لا هي معموله بمواصفات ان الاربع جنوط يبقى التوتال بتاعهم كل واحد فيهم 15 يمين 15 شمال، فالاثنين 30 كيلو جنوط و30 كيلو ورا على حسب الاتزان. هي ليها فكره شويه كده، فلو حد قرا عنها يعني، عشان دي الفكره اللي عندي من ناحيتها. بس انا بتكلم في الطبيعي بقى، في اللي انا بشوفه في الشارع بلاقي جنود كتير بتتكسر. معظم الناس اللي عندها محلات جنود بيستعدلوا جنود وبتاع، روح اتفرج عندهم تلاقي مهازل، تلاقي جنود غاليه جدا برضو متكسره، برضو الشفف بتاعتها اتقطمت، برضو حفره، برضو نقره، والشوارع بتاعتنا ما تساعدش على كده. فانت حاول على قد ما تقدر، ما دام الجنط اللي راكب في عربيتك انت شايف ان شكله كويس ومناسب ومقاسه تمام، ما تحاولش تلعب وتعدل وبتاع. عشان لو عربيتك مواصفاتها ان هي الجنط بتاعها 16 وانت جبت 17 هتلاقي الكاوتش بيحك في الرفرف. لو انت عربيتك 15 مقاس 15 وانت جبت 16 هتلاقي طول ما انت ماشي لو راكب معاك اتنين الجنود بتحك، الكاوتش هيتاكل طالع بره العربيه، فيقول لك حاول تعرض الاكسدام او تعرض الرفرف عشان الكاوتش ما يقعدش يحك في كل ده. تعديل انا شايف ان هو مش مستحب. انت ممكن لو عربيتك عاديه والجنط بتاعها حديد ومركب طاسات، ممكن انت ترش الطاسه تخلي شكلها حلو بتاع كده. لو هتغير الجنط حاول تجيب جنط بنفس المقاس بنفس المواصفات، ويكون جنط اصلي تايلاندي مش صيني، ما يكونش جنط صيني حتى لو مستعمل. ما تجيبش جديد وتفرح بيه عشان شكله بيبقى في الاول بس حلو بس مش ثبات. وانت مستحيل يكون عندك فكره في دماغك او عندك نسبة 1% شك ان الجنط ده ممكن يؤدي في اي وقت من الاوقات وانت بتجري بالعربيه ان العربيه تتقلب بيك لو واحد فيهم اتكسر، وانت مستحيل هتركبه. لا، ما حدش بيبقى معرفك الفكره، انت بتفرح بشكله فبتروح مركبه عشان واحد صاحبك مركب واحد زيه وقاعد معاه شهرين ثلاثه كويس، فانت عملت زيه، وهو اصلا مش رخيص. يعني الجنوب دلوقتي على يعني متوسط ب 15 وب 17 وب 18 الف جنيه طقم الجنط، اللي زمان كنا بنجيبه ب 3000 وبنقول عليه غالي، او 2000 جنيه ونقول عليه غالي. انا كنت مركب طقم جنط في عربيتي اللي فاتت من قيمه 4 سنين، كنت جايبه ب 2000 ونص، وكان طقم ملوش حل وعريض وكبير ومش عارف ايه، بس انا كنت واثق فيه لان هو كان اصلي ما كانش صيني. انا كنت جايبه مستعمل من حد وشكله كان حلو، بس انا كنت واثق فيه ما فيهوش اي شروخ ولا تكسير ولا لحام قبل كده. فركبته كان كويس معايا في العربيه وظابط العربيه في المشي وكل حاجه، وما شفتش منه ولا بيحك في الرفرف ولا اي حاجه، عشان كده ركبته. لكن لو كنت شكيت فيه ان هو كان ممكن
يؤدي في اي وقت ان انا اقف في الشارع اقول الجنط اتكسر، وابقى واقف في الشارع بلف حوالين نفسي مش عارف اتصرف ولا اعمل ايه عشان الجنط اتكسر، او الفرده فرقعت بسبب الجنط اللي اتكسر منه حته ده، وافضل الف حوالين نفسي، ولا اكون بجري على طريق وفرده تكسر او تتقطم فالعربيه تتقلب، ولا ده تميل كده ولا تميل كده، اكيد ما كنتش هفكر فيه ولا كنت ايه هركبه. فانت عايز تجيب جنط سبور شكله حلو، تبقى متاكد ان الجنط ده ما فيهوش اي شروخ ولا لحمات قبل كده ولا كسر، ولا هو صيني عشان يبقى قابل للكسر. خليك في الجنط بتاع عربيتك، او تجيب جنط سبور استيراد اللي هم بيبقوا جايين من بورسعيد، بيبقوا كانوا راكبين في عربيات جايه من بره من كوريا الكلام ده. غير كده ما تغيرش الجنط بتاع عربيتك.